اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحبا حبايب، إن شاء الله زينين يا أحلى متابعين بالدنيا. طبعا أنا منقطعة عن القناة صار لي فترة طويلة لأنه عندي شغل كلش هواية وما ألحق أنزل لكم من القناة. وإن شاء الله على رمضان سويت فيديوهات حتى أنشرها لكم برمضان، وإن شاء الله نتواصل يوم بيومه، وإذا أقدر أسوي بث مباشر بعد يعني يومية برمضان إذا الله راد. هنا أنا جبت لكم اليوم زيتون محشى بالجبن. طبعا هي أكلة خفيفة تنوكل بالسحور، وإحنا ما دام منا وجاي رمضان إن شاء الله، فأكيد نحتاج شغلات هيجي. الزيتون كلش غني بالكالسيوم، والجبن كلش غني بالكالسيوم همه، الكالسيوم ممتسحق، فهذا الأكلة كلش زينة. المهم هنا أنا قطعت الجبن، وأي جبن تختاروا أنتو كيفكم، والزيتون هم اختيار، الأسود اللي تريدون، الأخضر بكيفكم، بس المهم منزوع النوى. تحشون الجبن، تقطعونه قطع صغار وتحشونه، تخلونه بنص الزيتونة، وبعدين اللي عنده كابسة يكبس للجمالية، هي مو فد يعني مو أساسية الكابسة، بس اللي عنده كابسة يكبسها للجمالية شوية. هاي الخطوط السود الصغار اللي يصير بالزيتونة يصير شكلها حلو، بس ما يزيد لها فد شي يعني معين. هنا أنا خليتهم بالكابسة، وهنا شوفوا هاي هيك بس تزيين خليتهم بيها. وهنا كمل عندنا الزيتون، وهيك صار شكله كلش حلو. وتقدرون انتم بدون كابسة عادي، اللي ما عنده كابسة. هنا الجبن ماع وصار خيوط كلش خوت جبن. المهم هنا خلاص شو نخلي عليه هسه؟ التوابل اللي تردوها. أنا عندي كليل الجبل ويا زيت الزيتون، من يتخمر يصير فشي طيب، كلش طيب. المهم تخلون عليها أي توابل تريدوها، زعتر، كليل الجبل، معدنوس بكيفكم، وتخلون عليها زيت الزيتون. وهنا كملت الأكلة وبالعافية، وإن شاء الله لا تنسون الاشتراك بالقناة، ومع السلامة.